احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كده هنتكلم عن ماتش نادي الاهلي وصن داونز. قبل الماتش ان شاء الله يقوم يوم السبت الساعه 9 في مصر، هنا في استاد السلام والاهلي. فان شاء الله نتمنى المكسب النادي الاهلي. بس قبل اي حاجه يلا بينا على الانتر. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه كده دايما يا رب. قبل اي حاجه صلي على النبي. بعد ما تصلي على النبي كده، لو انت بتتفرج على الفيديو ده في وقت الصلاة، قوم اقفل الفيديو كده وقوم اتوضى وصلي، وبعد ما تصلي يبقى تعالى اتفرج على الفيديو يا باشا. النهارده كده هنتكلم عن ماتش الاهلي وصن داونز ان شاء الله يوم في افريقيا، يوم السبت الساعة 9 على ارض مصرية في استاد الاهلي والسلام. قبل اي حاجة وقبل اي نقول اي حاجة، اتمنى كده المكسب للنادي الاهلي، وهنرجع نقول انا صحيح زملكاوي، بس انا هنا بتكلم بكل احادية. مفيش حاجه اسمها زملكاوي اهلاوي، كلنا واحد، بالذات في افريقيا يعني كلنا لازم نبقى واحد. واتمنى في الاخر والاول البطوله تبقى في مصر مش اكتر، ما تطلعش بره نادي مصر يعني. ليها بس قبل اي حاجه اديك نبذه سريعا كده عن مطوشه الزمالك. مطوشه الاهلي وصن داونز لعبوا كام مره وصاب بعض، مين كسب اكتر، الكلام دوت يعني. مأيدين كل حاجه يا باشا، عشان مفيش حاجه ننساها يا باشا. أقرب عندك الأهلي وصن داونز لعبوا قصاد بعض 12 مرة. 12 مرة، ركز في الأرقام يا معلم عشان الأرقام دي هتديك نبذة بسيطة. عندك الاتنين لعبوا قصاد بعض 12 مرة. عندك فاز نادي الأهلي 5 مرات. 5 مرات نادي الأهلي فاز، وإن شاء الله يوم السبت تبقى مضيب مرة السادسة إن شاء الله بنتيجة كبيرة إن شاء الله. وتعادلوا في 4 مرات يا معلم، وفاز صن داونز 3 مرات، يبقى كده 12 مرة يا صاحبي. زي ما قلنا ان هم الاهلي كسب في 5 وصن داونز تعادل في 4 وصن داونز كسب في 3. يبقى كده ال 12 ماتش صن داونز كسب 3 تعادلوا 4 والاهلي كسب 5 ماتشات. تعالى بقى كده برضه هقول لك عن نبذه بسيطه برضه هتفيدك. اخر 10 ماتشات النادي الاهلي، اخر 10 ماتشات النادي الاهلي فاز في 6. فاز في 6 بس بالاضافه، بس هقول لك على حاجه. النادي الاهلي اخر 10 ماتشات كان فيهم ماتش ضرب نار. طب ماتشين ضرب نار، ماتش فلامينجو اللي كان في كاس العالم وماتش الريال مدريد. يعني انا لو اطول اشيل الماتشين دولت من اخر 10 ماتشات وما نحسبهمش والله اعمل كده. بس الماتش يعني في ماتش، لا انت مهما تكون معلش لازم تخسرهم. يعني الاهلي وصد ريال مدريد معروف مين هيكسب، هو مفيش حاجه في كره القدم اسمها كده. بس برضه في اخر 10 ماتشات النادي الاهلي زي ما قلنا فاز الاهلي في 6 ماتشات، وتعادل في مباراه واحده، وخسر 3 مباريات. ده النظام اللي بالنسبه للنادي الاهلي، فاز في 6، تعادل في مباراه، وخسر في 3. خسر 3 مباريات، اللي هو كان من ضمنهم الاثنين اللي هو فليمينجو وريال مدريد، واخر ماتش اللي هو كان في افريقيا قصاد الهلال. عندك بقى تعالى الجانب العكس بقى، عندك سان داونز. والله عندك سان داونز يعني. مش عارف اقول ايه، بس لا ولا تعدت ولا خسرت. سان داونز كسبان اخر 10 ماتشات، منهم الماتشين اللي هم كانوا بدايه في افريقيا كسبت الماتشين. ماتش قصاد القطن الكاميروني 3-1، وقصاد الهلال 1-0. طب ايه ده؟ ده انت ناوي تقتل يا سان داونز، داخل كسبان 10 ماتشات وارقامك جيده، فانت ناوي تقتل بجد. فشايف ان ماتش سان داونز قصاد الاهلي ده ماتش مرعب، ماتش بجد مرعب. هيكون في كلام كتير قوي في التحليل فيه، انه ماتش بجد هيكون مرعب وماتش جامد. واتمنى المكسب للنادي الاهلي في الاول وفي الاخر. بس انا بحذر النادي الاهلي من الباك الشمال، تقريبا الشمال بتاعهم بجد مش متذكر اسمه قوي، بس مرعب. الواد عايز 3 4 يمسكوه. فالنادي الاهلي يعني يحاول على قد ما يقدر ان هو يقفل المنطقه دي، اللي يعني على قد ما يقدر رد مهاري سريع، رجله على الجون الله اكبر، تروح على الجون خلاص داخله 100%. يا رب الشناوي يقدر كده يقنعه ونقول لابن مصر اهوت. وان شاء الله اتمنى مكسب النادي الاهلي. وقبل اي حاجه يعني اتمنى منك شويه دعم، يعني انا بحاول على قد ما اقدر اوصل لك حاجه تفيدك، فانت كمان بقى اقف جنبي، يعني اقف جنب اخوك بقى يا جدع. حبه دعم كده. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.